السيستمات والورك ستيشن مكروهة عند الجيمرز لأسباب مثل الشكل اللي ما حد يختلف إنه سيء، بس بهذا الفيديو راح أغير رأيك عن السيستم وراح تعرف ليش السيستم أو الورك ستيشن أفضل من التجميع. السلام عليكم، وياكم محمود. السيستم للي ما يعرف ببساطة هو ديسكتوب كامل مجمع ومركب من شركة معينة. السيستمات مو كلها قديمة، حاليا تتوفر سيستمات بأسعار أكثر من $1000. أما التجميع إنك تشتري كل قطعة بنفسك وتركبها أنت أو توصلك مركبة من الشركة اللي تشتري التجميعة من عندها. راح تكون المقارنة بين السيستم والتجميعات كالتالي: الأداء، الشكل، قابلية التطوير، السعر، وبعدها راح نعطيكم ملخص كامل. راح نبدأ بالأداء، وهنا راح تشوف هواي جيمرز ينصحون إنه ما تاخذ سيستم للألعاب. كون البي سي سيستم أو تجميع ما راح يحدث أي فرق بالأداء، العامل الفعلي هو المواصفات، فلو كانت المواصفات متطابقة الأداء راح يكون متطابق. المقارنة الثانية واللي هي الشكل، اختيار سهل للكل، ولكن من مميزات السيستم توفر مداخل USB أكثر وحجم أصغر يساعد بالتنقل مقارنة بالتجميعات. ولكن لا شك أن التجميعة شكلاً أجمل بمراحل، وممكن تختار شكل تجميعتك حسب ذوقك، تختار الكيس، تختار تبريد مالتك، تختار شكل الكرت، وهواي أمور تقدر تختارها حسب ذوقك بالتجميعات. ولكن بعض السيستمات تقدر تحولها لغير كيس، وهذا مثال حي قدامكم. هذا السيستم كامل تم نقله إلى كيس، وهاي الفانات تقدر تتحكم بيها من الكنترولر. شلون تعرف إذا السيستم ممكن تحوله على كيس ستاندر أو لا؟ عن طريق أنه تشوف مكان الباور سبلاي. إذا كان الباور سبلاي فوق فعلى الأغلب هذا الكيس ممكن تحوله، إذا كان الباور سبلاي جوا فعلى الأغلب ما راح تقدر تحوله، لأنه بعض السيستمات واللي يكون الباور سبلاي مالتها غالبا جوا يكون حجم المذر بورد وحجم الرامات وحجم كل القطع مصنوع بالضبط لهذا الكيس، فما راح تقدر تحوله على كيس ستاندر. فراح ننطي نقطة للتجميعة ونقطة للسيستم. من ناحية الشكل، قابلية التطوير، بالنسبة للتجميعة تقدر تطور أي قطعة، بس بالحالتين عندك حدود بالتطوير، مثل مداخل الرام، قدرة الباور سبلاي، جيل المذر بورد، وتوافقية القطع. وأيضا عندك عامل مهم اللي هو عنق الزجاجة، فلو كان المعالج مالتك غير قوي بما فيه الكفاية ما راح تقدر تستفيد 100% من قوة الكرت. ولكن بالتجميعات قابلية التطوير أعلى بهواي من السيستم، فلهذا راح ننطي نقطة للتجميعات ونص نقطة للسيستم. السعر، السيستم نقطة والتجميعة سالب. راح تسأل ليش؟ ببساطة السيستم يحافظ على سعره لأنه مستعمل، وبشكل عام السيستم إلى أسعار ثابتة. أما التجميع كل قطعة بها نوعيات مختلفة، وكل نوع وكل قطعة بسعر. سوينا إحصائية بفريق أوكامي، نسبة الخسارة في حالة بيع التجميعة تقريباً ضعف نسبة الخسارة لما تبيع سيستم. وأيضاً السيستم غالباً تلقاه بسعر أرخص من التجميع سواء كان جديد أو مستعمل. فبالنسبة للسعر راح نعطي نقطة للسيستم وصفر للتجميع. وصلنا للملخص ومختصر مفيد. إذا كنت جيمر وتريد بي سي بسعر مناسب فأنصحك تروح ويا السيستم، لأنه حتى لما تبيعه ما راح تخسر هواي. أما إذا عندك فلوس أكثر وتريد بي سي للألعاب وما مهتم بالخسارة، راسلنا على موقع من مواقع التواصل مع الأوكامي وراح نسوي لك تجميعة تخليك مدمن جيمنج. أما إذا رايد للشغل الخفيف أكيد السيستم أفضل لك، بس لو شغلك مونتاج ثقيل أو تصاميم 3D أو أي شغل من هاي الأشغال اللي تتطلب قوة فأكيد التجميعة راح تكون أفضل لك. شكرا على وقتك، شكرا أنه كملت الفيديو للنهاية. أتمنى أكون سهلت عليك الاختيار، وبالنهاية راح تتونس بألعابك دامها 60 فريم.